وإن شاء الله يومكم أحلى يوم. واليوم جيتكم بفيديو جديد. فيديو اليوم فكرة عالمية عايزة أجربها من زمان، وخطرت لي هذه الفكرة امبارح بالليل. طبعا أنا هسه بصور بالليل، يعني هذا مش موضوعنا. المهم فكرة فيديو اليوم إنه نسوي تحدي لأول مرة في القناة تبعنا، تحدي ما بين آيلا ولانا. طبعا جايز التحدي هو إنه لازم نطبخ، يعني تحدي طبخ. مين اللي يسوي شوكولاتة دبي في ربع ساعة وألذ شوكولاتة، يعني أنا هقيم مين الأحلى وألذ في الشكل وفي الطعم كمان. ابقوا معايا لآخر الفيديو وراح تعرفوا مين اللي فاز في هذا التحدي ومين اللي خسر. وطبعا أنا هقيم من 10. ويلا نبلش. قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، ومش هطول عليكم مرة هذه. يلا نبلش. أول إشي جايز، يلا 1 2 3. شوفوا الآن الشكل تبع الطاولة يجنن، وهذه كل اللوازم. طبعا حطينا الكنافة وحطينا طبعا الزبادي عشان نذوب فيه الكنافة، وكمان نحط فيه الفستق اللي هو البيستاشيو، وأشياء كثيرة يعني تبع لوازم مطبخ وكل شيء. ويلا نبلش التحدي عشان ما أطول عليكم. أنا هروح ومش هشوفهم أبدا، بعدين نقيم. أوكي، مش هنلاحظ على الشكل، لازم نلاحظ الشكل والطعم. أوكي، يعني لازم تهتمون بالشكل والطعم. أوكي حبايبي؟ تمام ماما، أنا هعمل الشكل يجنن. هنشوف في النهاية آيلا. ويلا جايز نخلوا آيلا ولانا يبلشوا بالتحدي. وآسفة إني طولت عليكم. الأولى يا لانا يا آيلا. تمام؟ لا أنا هبلش الأولى. أنت كيف بتبلشي الأولى؟ أنا هبلش الأولى. أنت بدك تكلميه. تمام، خلينا نبلش مع بعض. يلا خلصيني. أنا هعمل أذكى شوكولاتة دبي في العالم وهتشوفي. خلينا نشوف. مش فاهمة ومش عارفة كيف أسوي شوكولاتة دبي، مع إنه إحنا آخر عباد الله يعني بنسوي هذا التحدي، مع إنه عادي. يلا أنا عايزة أعرف كيف بسوي أول إشي. هم عرفت شوف الفيديوهات بشوفوا يعني يحطوا الكنافة اللي هي هذه الكنافة جايز. أوكي هذه كنافة جايز زي ما شفتوها. يلا قومي أنتي ايش دخلك؟ انا اصلا مش هبلش الان، هفضل ارتاح شويه وبعدين ابلش. افضلي كذا ارتاحي بعدين اسبك. انا ما تقولي انا ارد وحده. يلا هذا زيت الزيتون جايز هنستحقه. هو زيت الزيتون ولا زيت العادي؟ خلينا ناخذ هذا وبس. يلا ما عليكم. وكمان نحتاج اشي نحطه على الغاز، يعني عشان نحط فيه يعني المكونات. ايوه اوكي، انا هدور على اشي احط فيه عشان مش عارفه ماما ما حطت كل الاشياء. ونحط الان الكنافه تتقلى في الزيت. ما بعرف انا ما حطيت زيت. يلا حط الزيت كذا على الكنافه. مش عارفه جايز يحطوا زيت او زبادي. انا حطيت زيت، يعني هما في زبادي كمان يعني زبده، بس انا حطيت زيت يعني. ما تهتمون، ما يهمني اصلا. يعني هيك حلوة تتقلى شوية. أنا هقعد ارتاح وخليها تتقلى. أتمنى ما نحرق جايز. كذا نخلط شوية شوي هيك. أيوة، ايش رايكم جايز؟ أنا هعمل أطيب شوكولاتة دبي في العالم كله. ببلش بالشوكولاتة تبعي. أوكي، هي أخذت القدر تبعي. أنا قلت له ماما تحطي لي القدر هذا، ما تجيب قدر أنا ثاني. اوف، من بدي اجيب؟ ماما قالت لي ما تطلعي من هون. اوكي جايز انا مش عارفه ايش اللي بدي اجيبه، بس عادي. يلا خلينا ندور على قدر ثاني. اف، اي قدر ثاني؟ ماما ما حطت قدر ثاني في البيت. من وين بدي اجيب القدر؟ خلصيني، انا هطفي الان على الكنافه تبعي وحطي بعدين انتي هتربحيني. انا مش اقدر اجيب كنافه. خلاص يلا خلاص، انا هروح اطفي على كنافتي، واكيد هي الان انحمرت خلاص يعني. وانتي بلشي. تمام. انتي هتسبقيني وتجيبي احلى. بس انا مش هستسلم، انا هجيب كل شيء، وانتي مش هتقدري تربحي. تمام. مرنا الكنافه وبلشت ريحتها تجنن. ايش احكي لكم جايز؟ انا هحط الزبده على القدر كذا. خليها، انا خايفة من النار بس عادي. حط الزيت هيك وزبدة يعني، وبعدين نحط الكنافة نخليهم يذوبوا. وطبعا احركهم كذا، احركهم بالمعلقة هيك شوية شوي عشان ما ينحرقوا. انا طباخة صغيرة. يلا حطوا لايك تقدير لتعبي جايز.
جايز بدنا نحضر الصوص. هو الصوص حاضرة هي هذه بس، يعني مش هحتاج اني اذوب وهيك، هذا بس للزينة يعني، ماما حطيته للزينة. المهم هسه جايز هنبلش نخلط الكنافة مع البيستاشيو، وبعدين نجيب الشوكولات ونذوبها. سهلة كثير، انتوا بتعرفوها اصلا. يلا نبلش. الفقرة الثانية بنحط البيستاشيو هنا، اللي هو هذا صوص حاضر، ما عادي يعني، ما بدنا نحط البيستاشيو وبعدين نرحيه وبعدين هيك اشياء تافهة، ونعمل ميكس ما بينهم كذا عشان تدخل الكنافة مع البيستاشيو. واو حبيت. يلا اخلط هيك كويس زاكي، ريحتها تجنن. ايش رايكم؟ خلطت كتير. وش رايكم في الصوص؟ تجنن جايز، عبالي اكلها، عن جد عبالي اكلها. من كثر ما خلطت ايدي انكسرت، هروح بعدين المستشفى اعالج ايدي جايز، بس عادي. المهم كانت ماما تحط لنا ركاضة، بس يعني عادي. المهم لازم نتعب عليها عشان ماما تعطينا تقييم حلو. لسه عم تقلي الكنافة كأنه حرقتها. كنافة واحط لها الان البيستاشيو، وبعدين نحط لها ايش نحط لها لانا؟ ما بعرف ايش نحط لها. بعدين نحط لها الشوكليت. بعدين نحط لها الشوكليت. يلا نروح نحط لها. وين البيستاشيو؟ هذا البيستاشيو تمام. هذا البيستاشيو، هذا استني، هذا ايوه هذاك البيستاشيو تمام. شفته حتحط الزيت بدل البيستاشيو جايز. شوية اشياء هيك عشان تجي انا تبعي احسن وحدة. وهسه جايز هنذوب الشوكليت. اوكي هنذوب الشوكليت. ذوبنا الشوكليت ولساتني بخلطها عشان ما تعلق معايا. اوكي كذا بخلط كذا. ايوه حلوة قوي. طبقة الشوكولاتة، وبعدين نحط البيستاشيو واللي هو هذاك، وبعدين جايز نزيد طبقة شوكولاتة. وايش رايكم في المنظر؟ هسه جايز بنعملهم كذا استوائي، ما بدي اركضهم بس استوائي هيك، ونحطهم في الثلاجة. يلا نحطهم في الثلاجة. نحط هذا هون. الثلاجة معباية كتير، وين بدي احط الشوكولات تبعي؟ الله نحطها هون جايز، وبعدين نخليها على الأقل ساعة عشان تبرد. ولسه آيلة ما عملت أي شيء. وهتحط الزيت بدل البيستاشيو جايز. هيجي المطعم هيجي مش أحكي لكم زفت الطين. أوكي يلا نحط البيستاشيو على الكنافة، وهيك يفضل لون الكنافة أخضر. بس مش عارفة ليش لون الكنافة مش عايز يحط أخضر هيك، مع إنه اللون هذا لونه أخضر. مش عارفة اللون مختلف السوية، بس عادي. يلا حطينا هيك، وبعدين نذوب الشوكليت. هسه أنا هستعين بالطنجرة. أوكي الطنجرة، وين الطنجرة هذه الطنجرة. كده حطي هسه الكنافة، وبعدين أحط الشوكليت، والآن نحطها بالبرادة. يلا عبالها خلصت قبلي، بس هي طعمها أوف إيش أحكي. بس هي ريحة الزيت كتيرة. الله عليك يا آيلة، الله عليك. قداشك انت صغيرة في عقلك، ما بتعرفي اي اشي، ما تفرق ما بين البيستاشيو والزيت. ما بعرف ليش تصرفات لانا غريبة شوية. لو تكون عملت لي اشي غلط، ولو يكون البيستاشيو غلط ادني اياه. انا عرفتك يا لانا، عليك انا هغير الاشياء وانتي مش هتعرفي. الله هي تبع لانا، حط تبعي انا حط تبع لانا، وهيك اكون انا اخذت تبع لانا. اوعكم تقولوا لها، اوعكم انا عشان كذا هي عملت اشياء مش حلوه معايا. ساعة. يلا جايز نفتح البراد ونجيب احلى شوكليت في العالم. يا عيني الله الله على الروقان. اوبا يا الله. يلا جيبي الشوكليت تبعك يا لانا، جيبي. خلينا نشوف التقييم. جيبي يلا التقييم، مين اللي عمل الشوكليت حلو. يلا خلينا نقيم. اول اشي هجرب تبع لانا. اوكي ويلا هو باين عليها حلوة، الشكل الاثنين زي بعض، يعني الشكل حلو قوي. انا الشكل تبع لانا اديه 10 من 10 عشان الشكل بيرفكت، عجبني جدا. والان لسه الطعم. يلا نجرب الطعم تبع الشوكولاتة لانا. شوكليت ايوه. ايش حطيت
ايش؟ مش هذا مطعم زيت؟ آيلا انت ايش سويتي؟ انت ايش سويتي يا بنتي؟ انت اللي بدلتيها صح؟ 0/10 عن جد 0. شو هذا يا لانا؟ انا ما توقعت انه كذا تسويها انت يا آيلا. اتمنى انت تجيبي واحدة حلوة عشان ريقي نشف، اقسم بالله ريقي نشف. تعالي يلا خلينا نذوق تبع آيلا، هو الشكل 10/10 زي ما قلت بالاول. خلينا نذوق الطعم. الله حبيت الطعم يجنن، ما شاء الله ما شاء الله. الله عليكي أبدعتي يا آيلا، والله أبدعتي ما شاء الله. خلينا أكل مرة تانية. حلو كمان طعمة الكنافة مع البيستاشيو يجنن. إيش أحكي لكم، ما شاء الله يا عيني. اديكي 10/10 آيلا، عن جد اديكي 10/10. أورجيك يا آيلا، أقسم بالله إني أورجيكي. يعني أنت بدلتي يعني الكاسات هدول عشان أنت تاخذي تبعي أنا، واللي تعبت عليها وزدت عليها. أوكي حنحكي لك مثل، يقولون لما من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. يعني أنت اللي حفرتي حفرة لي أنا وقلتي لي إنه هذا البيستاشيو الغلط اللي هو الزيت الزيتون، وأنت اللي وقعتي فيها خلاص. يعني أنت قلتي لي هذا المثل تأثرت، يعني خلاص بقى أنت شو عملتي؟ أوكي يا جماعة، وهسه وقت التقييم. بنقول إنه آيلا ربحت في هذه الجولة، يعني ربحت والآن هنفاجئها بهدية. يعني أنت إيش بدك آيلا؟ إيش بدك نشتري لك ولا إيش بدك نعطيكي هيك يعني؟ أوكي أنا بديكم تقييمي اللي هو 10/10 لآيلا، وتقييمي للانا خلينا نقيمها 1/10 عشان هي تعبت فيها وكل شيء هيك يعني. وإيش رأيكم في الفيديو؟ ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وبس بحبكم كتير كتير. يلا باي.